لو انت تجولت في البروفايل بتاعي وشفت، هتجد ان في بعض الفيديوهات نجحت وعملت مشاهدات كبيرة، يعني كبيرة إلى حد كبير قوي. ال- ده معناه ايه؟ معناها حاجة واحدة فقط، ان المحتوى بتاعها كان controversial. يعني محتوى فيه شد وجذب، بيتفق عليه ناس وبيختلف عليه ناس كتير، والكلام ده كله. فهو ده اللي بيخلي المشاهدات تزيد، مش معناها ان المحتوى اكتر جزالة او اكتر دسامة من غيره. من ضمن الحاجات اللي المفروض اللي انا معود نفسي عليها، واللي ادعو الجميع انه يعود نفسه عليه، انك ما تردش على اي محتوى ولا اي حاجة غير ما تقرا التعليقات. لان انا اعتقد، وقلت الكلام ده قبل كده، رسالتي وبدعو أصدقائي اللي هم على البروفايل بتاعي في قائمة الأصدقاء أن يحولوا رسالتهم إلى تعليم، تنوير، تثقيف المجتمع، أو على الأقل يعرفوا الناس إزاي العالم بيفكر. لأن في ناس كتيرة جدا 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 معتقدين ان العالم كله عبارة، حدوده هي البحر الأحمر يمينا وليبيا شمالا. ما يعرفوش أكتر من كده، ما يعرفوا حتى دي، مش عارفينها. علي الطلاق، أقسم بالله إن في ناس كتيرة جدا 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 ما يعرفوش يعني إيه ليبيا، ولا فين ليبيا، غرب ولا شرق، ولا يعرفوا السعودية هل هي قبل إيران ولا بعد إيران. والله ثلاثة لا أبالغ. لما بيجي بيحصل، يعني انا لاحظت النقد طبعا شيء طبيعي جدا جدا. لا، انا هتناول دلوقتي موضوع الشتيمه. بتيجي شتيمه كتيره قوي، ولما بيجي شتيمه انا بزعل قوي. وعلى فكره ناس كتيره جدا بتتعاطف وترد النيابه عني، واشكرهم طبعا جدا جدا لمساندتهم. اللي يقول لي معلش عيل ما ترباش، واللي يقول لي معلش عمره ما هيفهم الكلام اللي انت بتقوله، واللي يقول لي. اول حاجه انتم مشكورين، ده شيء طبيعي ان انا لازم اشكرك على موقفك ده، بس المفروض تلوم نفسك. ما هو لو مادام وصل للدرجه ان هو بتقول عليه انه مش هيفهم الكلام بتاعي، دول انطاع مش هيفهموا كلامك، الكلام ده، معنى كده ان انت تلوم نفسك. انت فاهم كلامي صح؟ يبقى انت انسان متعلم ومثقف، لازم يكون لك دور في انك انت ترشد هذا بلاش، لا، هذا المحترم، وتعرفه ان الدنيا ماشية ازاي. يعني مثلا الناس، لو انت لاحظت على الشتيمة هتجدها بتوصل الى نقطتين اتنين. طبعا في شتيمة اللي هي مثلا معارضين ليا، ودي عادي، لان دي سوء تربية فعلا يعني. انما فيش وبالمناسبه لا اعفي نفسي، انا احيانا برد بشتيمه لهدف واحد فقط، مش ان انا بكره الشخص ده او ان انا فعلا قصدي اشتمه، لا، انا عايز اعرفه ان انا اقدر اشتمه زي ما هو بيشتمني. يعني انا مش عاجز، انا قليل الادب بدرجه الكافيه جدا 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 ان انا ارد واشتم اللي بيشتمني. وبيحصل، وبشتم بكلمات خارجه كبيره جدا، كتير جدا، عشان اعرفه ان انا مش فرفور ولا دلوع، واقدر ارد عليك بنفس اسلوبك. اكشلي، ومن هنا ورايح اللي هيرد بقله ادب هرد عليه بقله ادب. انتقدني زي ما انت عايز، اغلط، بس حكايه الشتيمه في حد ذاتها لازم هتتشتم قصادها. الشتيمه بتتوقف في حاجتين اتنين، او يعني النقد في ثلاث حاجات. الحاجه اللي هي الناس بتنقد بشكل مؤدب وبيقولوا وجهه نظر مخالفه لوجهه نظري، ودول فوق راسي من فوق، بس خايف يزحلقوا. يعني دول فوق راسي من فوق. في اللي بينتقدني بشتيمه على اساس ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت بتخرف، بتقول انت كبرت وخرفت، انا مش فاهمك انا. طب يا عمي، شايف الراجل ده وصل لدرجه ان هو مش فاهمني، يبقى الغلطه عندنا. يعني لما هو يكون مش فاهمني يبقى انا اللي غلطان.
يعني ما يقولش مثلا اشوف مره تانية وثالثه ورابعه جايز افهم، لا انا اللي غلطان عشان هو مش فاهم. وناسي وهو بيبص على الفيوز كده المشاهدات ان في مثلا 130 الف واحد تانيين فهموا. يعني ازاي 130 الف واحد شاهد الفيديو وفهمه وانت مش فاهم؟ يبقى اكيد الغلط مش عندنا. ده يعني منطق ولا مش منطق؟ الحاجه الثانيه لما تلاقي واحد عمال يرد عليك كما لو كان العالم كله غلط وهم اللي صح، واللي يقول لك ايه اهرب بولادك، اهرب بدينك، هات ولادك واهرب بدينك من المجتمع اللي انت عايش فيه ده. كما لو كنت انا مثلا طالع اعاره في امريكا وهو بيقول لي اقطع الاعاره بقى وارجع، كفايه عليك فلوس بقى، كفايه ريالات، واقطع الاعاره وتعال. ده برضه وصل عقليته، وصلته للدرجه ديت. يعني هو عايز يقول لي ان هو بيكير عليا، بيهمه امري، بيحبني، خير وبركه، كتر خيره. والله ثلاثه انا زعلان منهم انهم بيقولوا كده، وقلت في فيديو سابق ان انا مش زعلان، بس الفكره كلها هي عدم الفهم. حتى رديت وقلت الكفيل اللي هنا واخد الباسبور بتاعي اعمل ايه عشان يفهم ان الامر مختلف. ان انا لما هاجرت بارادتي، هاجرت عشان انا مش عاجبني طريقة التفكير اللي في المجتمع بتاعي، مش عاجبني الحريات اللي في المجتمع بتاعي، مش عاجبني بتاع، بغض النظر عن الفلوس. انا احمد الله الناس اللي تعرفني تعرف ان انا سافرت وكنت معايا، يعني كنت بعمل فلوس حلوة قوي 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 قوي. يعني مثلا لو بتصل الى 100 ضعف اللي كان بيعمله الشخص العادي. فمش موضوع الفلوس كان بالدرجه الاولى، هو كان موضوع القيم والمبادئ. هتقولي القيم عندنا وانت ما عندكش قيم، كل قيم هتسيبها لك، ما فيش، سيبك من، ما تضحكش على نفسك. عاجبني الحريات، عاجبني الرفاهيه، عاجبني الحاجات دي كلها. ثانيا مشيت في فتره كانت مصر بتنزل ولحد ما وصلت للدرجه اللي هي فيها دلوقتي، انها ممسوكه شويه يعني يعني متسيطر عليها بشويه افاطين وعمم، وخلصنا على كده. ومتغلغلين في كل حاجه في كل حته. على فكره الفكر ده متغلغل في كل جزء، في تعليم، في قضاء، في جيش، في شرطه، في كله متغلغل، والشعب انتهى خلاص. ما علينا، كل واحد حر في البيت. انا بقول لكم ان انتوا يا جماعه، الفيديو ده على فكره لاصحابي المتنورين، اقول لكم مسؤوليتكم مش انك انت تقنع واحد ان دينه غلط ولا ان اللي بيقول عليه غلط. ده كلام مش مظبوط، لانك لن تجدي ولن يحصل اي حاجه في المجال ده، ومهما عملت مش هتأثر في حاجه. تأثر في ايه وتبقى اكثر افاده لمجتمعك في ايه؟ في انك انت تعلمه حاجه، تعرفه حتى لو في الجغرافيا يا اخي، تشرح له. لما مثلا يجي واحد يقول لك، تقول له لا اسمع يا جدع انت في الحته دي ما فهمتهاش، يعني هو بيشتمني مثلا عشان حاجه معينه، ترد عليه بدل ما ترد عليا تقول لي اعذره عشان هو ما ترباش، معلش حقك عليا. والله ناس بتقول لي حقك عليا، يعني انا مش عايز الحق، مش عايز حق عليك. قول له انت في حاجه انت ما فهمتهاش، هو يقصد يقول لك كذا 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 ووجهه نظره كذا كذا كذا، لو معترض عليه رد عليه وقول له كذا. يعني بدل ما تراضي خاطري رد على الراجل ده. في الحاله دي يبقى انت افدت المجتمع بتاعك. مسؤول كتروا قوي يا جماعه الجهله. يعني المشكله ان الناس بتنتقدك وانت ما انتش عارف حاجه، ويقولوا لك نظرك، واللي يقول لك مش عارف ايه. يعني واحد انا بتكلم مثلا عن موضوع حسام حسن والبتاع، عايز يناظرني في ايه مثلا؟ يعني ايه مناظره؟ تحس كده ادخل على البروفايل بتاعه الاقيه جماعه عايز يجرجرني ان انا اتكلم في الموضوعات دي. طب ما احنا قلنا ان احنا مش هنتناقش في الدين تاني خالص. انا عن نفسي لانه غير مجدي، فما فيش داعي ان احنا نتكلم فيه. نتكلم في سياسه ممكن تجدي، في رايك في الكوره ممكن تجدي. على فكره انا ممكن انا بدات ان انا اغير رايي في طريقه حسام حسن، واعتقد ان احنا ظلمناه، مش ظلمناه، اعتقد ان هو كان صح في حكايه ان هو ما يلعبش ديفنس. لان اللي انا شفته اخر ماتشين للارجنتين اوضح لي بما لا يدع مجال للشك ان الارجنتين مش هي البلد اللي انت تلعب قصادها ديفنس. عشان تلعب دفاع
قدام الارجنتين وعندهم حاجه اسمها ميسي، بغض النظر عن انك بتكرهه ولا لا، عجيب قوي ان انت بتكره ميسي عشان حسام حسن رفع علم فلسطين، او عشان الحكم عمل معاه يعني بقى في صفه، ولا ذنبه ايه؟ ما علينا، خلينا في موضوع الفيلم بتاعنا. ف فيا جماعه يا استاذ، يعني مش قادر تفهمني؟ لو ما فهمتنيش ده مش عيب فيا، اتفرج على الفيديو مره واثنين وثلاثه واربعه. انا اساسا انا بقول كيمياء، امال لو كلمتك في الكيمياء مثلا، ولا في الهندسه، ولا في اي حاجه، ولا في الجغرافيا، ولا في التاريخ، هتقول ايه؟ انا بتكلم كلام عادي خالص، وسياستي هي ان انا بتكلم كلام مصطبه، اقتصاد بتكلم مصطبه، سياسه بتكلم طريقه المصطبه. امال لو كلمتك بالرقعه بقى هتعمل ايه؟ النقد الثاني امر مش ذنب يا عمي، انت راجل كبير في السن، بطل كلام بقى. لا، وعلى حاجه لما واحد يقول لك غور امشي من هنا بقى، يا عم ده انا في صفحتي، ده انا في حسابي، يعني في صفحتي، في البروفايل بتاعي، ما جيتش عندك انت اللي جاي لي عايز ده غور من صفحتي. منطق عجيب وناس عجيبه وعقليات رهيبه بتخلي الواحد يعني هقول لك بيندم انه اتخلق في مجتمعات زي دي. لكن اما وقد خلقنا في هذا المجتمع، واما وقد اهلي واخواتي وقرايبي وكلهم في هذا المجتمع، فاصبح لزام علي ان انا احاول اضيف حاجه لهذا المجتمع. ما ساعدوش انه في الغباوه اللي هو فيه، احاول اضيف له اي حاجه، احاول اقول له، احاول اعلمه ان اتس اوكي، ان انت رايك عادي جدا 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 ان انت تحب حسام حسن على سبيل المثال يعني، وانا ما بحبوش، ده شيء عادي خالص. عادي جدا جدا ان انا احب ميسي، وطبعا انا عمري ما شجعت اي فريق اوروبي. اي الناس كلها يقول لك انت برشلونه ولا مش عارف ولا ريال مدريد، انت مش عارف ايه ولا. انا لما كان حد يسالني السؤال ده كنت بتنرفز نرفزه رهيبه. عمري ما شجعت فريق اوروبي، ماليش دعوه يعني. انا ممكن اتفرج على ماتش اللعبه حلوه، لكن ابقى مدريدي ولا برشلوني والمش ايه الهبل اللي انتوا فيه ده يا ناس؟ عيب، عيب عليكم لما بتقولوا كده، بصراحه عيب. ف لما انا اشجع ميسي وانت بتكره ميسي عشان حسام حسن قال لك اكره ميسي، ولا عشان انا عادي خالص، برضو عادي خالص 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 انك يكون رايك مخالف لي، فده شيء ما يزعلش. لكن يا استاذ يا محترم، لما ما تفهمش يا تسال حد تاني متعلم في عيلتكم يفهمك، يا اما ترد تسالني تقول لي ممكن تقول لي دي معناها ايه. انما اوكي، وصل الكلام؟ كابيسكو ولا نان كابيسكو؟ لو نان كابيسكو قول لي نان كابيسكو اشرح لك. سلام.